بحال اليوم 20 يونيو في شهر 6 غير هي في سنة 1800 ميلادية القوات الفرنسية كتغلق جامع الأزهر في مصر بشكل نهائي، والسبب هو الاغتيال نتاع القائد نتاعها. ولا بغيتي تعرف معايا البلان كله ما عليك الا تزير معايا. سنة 1798 ميلادية بدات الحملة الفرنسية في الأراضي المصرية بقيادة نابليون بونابرت، اللي غادي يخطب أمام المصريين وغادي يقول لهم: سوف يقال لشعب مصر إنني جئت لتدمير دينكم. لا أعتقد ذلك، وإجابتي على هذا: لقد جئت لاستعادة حقوقكم ومعاقبة المغتصبين والممالك. أنا أحترم الله ورسوله والقرآن. أليس نحن الذي كنا على مر القرون أصدقاء للسلطان؟ وبهذه الكلمات حاول نابليون بونابرت دغدغة مشاعر المصريين ويدير لهم أكبر شمس العشية باش يحتلهم، ولكن المصريين كيردوا عليه: We are not stupid. من بعد نابليون كيدوز للخطة حرف باء، وهي كيتقرب من شيوخ الأزهر وبدا كيوسوس ليهم باش يفتيو الناس باش يطيعوا نابليون بونابرت بصفته ولي الأمر للبلاد. ولكن شيوخ الأزهر كيردوا عليه: We are not stupid. وهنا كيدوز المعلم للخطة النهائية وهي الحرب. ونهار 1 أكتوبر في نفس العام كتبدا الثورة المصرية في مدينة القاهرة، وأصبحت المساجد تجلجل عقب كل أذان: حي على الجهاد، حي على الجهاد. ولكن في المقابل جاء الرد من القوات الفرنسية بقصف جامع الأزهر بالمدافع، وكيدخلوا ليه بالخيول نتاعهم وكيخربوه وكينهبوا كل شيء مع تدنيس المصاحف. ايوا شتي حقوق الانسان. ايوا سيدي، مع الاستمرار نتاع المقاومة المصرية نابليون بونابرت كيخلي القيادة للجنرال كليبر اللي كيتيسر ليه الحكم في مصر. ولكن في سنة 1800 ميلادية كيتم الاغتيال نتاع كليبر من طرف طالب علم سوري اللي سميتو سليمان الحلبي، واللي كيقبضوه وكيعذبوه اشد العذاب، اسال الله ان يرحمه. وهنا كيجي موراه الجنرال جاك فرانسوا مينو اللي كيقرر يسد جامع الازهر كرد على الاغتيال اللي وقع لكليبر. وهذا الشيء كان بالضبط في نهار 20 يونيو 1800 ميلادية، وكيبقى هذا الاغلاق حتى العام 1801 ميلادية من بعد ما كتوصل المساعدات العثمانية والبريطانية وكتكون سبب في انتهاء الحملة الفرنسية. والسلام عليكم.